مش كل البشر زي بعضها، في بعض الناس عندها قدرة إبداع وقدرة بداية مشاريع وقدرة استثمار، ده ذكاء موهبة كده يعني فطرة، لازم نطلق حرية دول، لكن لازم كمان ما نسيبش دول يتغولوا لدرجة إنه يقتلوا الصفوف اللي جاية بعديهم. يعني عايزين في الفريق واحد زي ابو تريكه، كويس جدا ابو تريكه لعيب جامد جدا، بس بعد كده في مواهب ثانيه هتطلع، مش هيفضل ابو تريكه يكتم على بقيه المواهب. فلما يطلع واحد في مشروع كبير لازم نديله الحريه انه يكبر، لكن لازم ندي حريه للي بعده كمان يكبر ويأسس. وكل الناس اللي في السوق عارفه كده ان في بعض الناس بتكتم السوق. انت كراجل سياسي هناك اليات، وهناك خبراء اقتصاديين يعرفوا الكلام ده كويس جدا عندنا في الحزب، من اول الدكتور زياد لكل اعضاء اللجنه الاقتصاديه الدكتور حازم الببلاوي، عارفين الاليات اللي انت تقدر تضمن فيها اطلاق حريه الابداع واطلاق حريه اليات السوق عشان الناس تكبر، وفي نفس الوقت تسمح لناس ثانيه تكبر. كمان حاجه اساسيه النهارده الناس لقيتها، يعني مصر في موضوع الانتاج ده، اسمحوا لي علشان حكايه الطب النفسي زي ما قدم لي الصديق العزيز الاستاذ ايمن، في حاجه اسمها عند عالم اسمه ليكرت، في حاجه اسمها طرق الاداره او ستايل او نمط القياده. بقى مصر في حاله من الاداره او القياده ما بين الدكتاتوريه وما بين البيروقراطيه او الروتين. من الستينات الناس قالت، وحتى في مصر بقوا يقولوا الكلام ده في السبعينات والثمانينات، قال لك الاداره بالاهداف. الاداره الاستبداديه لقوها ما تنفعش، لازم دلوقتي نعمل لوائح ونعمل نظم. بعدين لقوا اللوائح والنظم دي مش كفايه لانها هتمنع الظلم يمكن الى حد ما، ولكن لازم تحط اهداف ويكون اللوائح بتحقق الاهداف دي، تزود الانتاج بتاعك. طيب بعد كده لقوا انه شركات القطاع الخاص كفء جدا في تحقيق حكايه الاهداف. فتلاقي الشركه بتقول لك انت لازم تبيع قد كده، انت لازم تشتري، لازم تبني قد كده، انت هتاخد بالانتاج، انت هتاخد باليوميه، انت هتاخد مش باليوميه، انت هتاخد باللي انت بتطلعه، لو طلعت كتير تاخد كتير. وده مستوى ارقى شويه من البيروقراطيه. لكن النهارده بقى في حاجه اسمها القياده او الاداره المبادئيه، برنسبل. واحدة من المبادئ انك لازم تنتج ولازم تكسب، لكن مبادئ اخرى كمان انك لازم تبقى حاسس انك جزء من فريق العمل ده. الناس اللي لقوا ان الناس اللي بتشتغل مع فريق عمل هي حاسه انها محترمه فيه، بتاخد حقها فيه، بيتسمع رايها فيه، لما بتقول راي في ازاي الشغل. يعني انا متاكد في شركات كتيره جدا، وانا كان ليا الحظ ان انا اقعد مع واحد ملياردير جامد جدا في امريكا وبيعمل كهرباء في الهند ومش عارف ايه، قال لك انا بعمل فرق، والفرق بتقول اراء ازاي نطور الشغل، وبعدين نروح مدين مشروع لواحد يقول رأي جديد، ممكن نديله مشروع كله بمليون ب2 مليون، وده بيخليني أكسب أكتر. دي حاجة اسمها الإدارة المبادئية، إنك أنت تدي إحساس لكل واحد، وناس كتير في مصر ابتدت تدرك كده، لكن المفروض ده يتعمم في مصر كلها، إن كل عامل واللي الفلاحين يتكونوا مع بعض في حاجه اسمها، طبعا كان زمان حكايه التعاونيات دي بقت معانيها فاسده جدا، لكن اتحادات الفلاحين مع بعض ويتجمعوا مع بعض ويقدروا يعملوا حاجه مع بعض، المنتجين الصغار، المحال الصغيره، كل دي ادوات موجوده في السياق الاقتصادي بتاع الديمقراطيه الاجتماعيه اللي هو بيقوم على تمكين، يعني تدي قوه للفرد وللمجموعات الصغيره لاداره الاقتصاد. وانا طبعا مش هطول معاكم اكتر من كده علشان ما نخشش في تقنيات، لكن دي الفكره العامه، انه لو العامل، الطباخ، الويتر، الراجل الصياد، وصاحب المحل حاسس انه جزء من منظومه وان المكان ده بتاعه هينتج اكتر. مفيش معنى ابدا في رايي، وبزهق جدا من اللي يقول لك دلوقتي تعالوا معا نبني ومش عارف ايه وغنى وكفايه كده وخلونا ندور عجله الانتاج. الناس هتنتج لما تحس ان المكان ده بتاعنا واحنا بناخد حقوقنا، ولما تحس ان ان هي محترمه وان هي جزء من الفريق، هتلاقيها هي، وان هي لما تشتغل كتير هيجي لها حوافز، مش لما تنافق مديرها، ولا لما مديرها يجيله مزاج، ولا لما صاحب الشغل يطلع في باله يرفد ناس او يجيب ناس. لما تحس بالامان، تحس بدورها، هتلاقيها تنتج.
اما تحس انه ده بتاعي، سواء مش قصدي يعني ملكيه، لكن مش بس ملكيه هي الطريقه اللي انت بتحس فيها ان ده بتاعي، لما بتحس ان لما بنكسب ده بيعود عليا معنويا وماديا. يبقى اذا وسيله حصول هذا الشعب على التنميه الاقتصاديه التي يستحقها. انا طبعا طلعت الثوره وبقالي سنين انا بقول على الفساد وبنشر الفساد في منظمه حقوق الانسان بتاعتنا وبيقول في فساد، ما كنتش اتخيل انه ممكن البلد دي يتسرق منها كل ده. يعني ما كنتش فاهم ان فيها كل الخير ده اللي يسمح انه يتسرق بالمليارات اللي بتحصل دي. لكن انا بقول ان هذا البلد قادر بالمنظر ده لو انت مكنت شعبه وثروته في شعبه. واحد من اعضاء حزبنا البارزين هو صديقي الاستاذ هشام الروبي عمل جمعيه في مصر للعمل التطوعي، وفي وسط الظروف شديدة السوق اللي كان بيشتغل فيها قدر يوفر فرص تدريب ل 250,000 شاب بلا عمل، 60% منهم حصلوا على عمل. الناس دي عندهم طاقات. هو بقى كاتب ورقه من ضمن برامج الحزب اللي بتقول انه مصر عندها هبه، صحيح الزياده السكانيه دي تحدي، لكن الان لاول مره معظم سكان مصر في سن الانتاج، في السن اللي يقدروا ينتجوا فيه. فانت محتاج تطلق الطاقات، محتاج تطلق الابداع بتاعهم، مش محتاج تكتفهم لا باصوليه سياسيه زي شعارات الاشتراكيه الفارغه او الزائفه، مش الاشتراكيه الحقيقيه لكن الاشتراكيه الزائفه، ولا بشعارات فيها اساءه لاستخدام الدين بتكتف المخ وبتكتف الابداع، ولا بتفسيرات سياسيه جامده، ولا بحزلقه عاطفيه، لكن تطلق ابداع الناس دول بطرق واقعيه، طرق علميه، طرق بتطلق ابداع الشعب. بالشكل ده هنحقق التنميه الاقتصاديه وهنمشي في سكه العداله في نفس الوقت. نمره 2 الحريه، الشعب هدف عيش حريه. مساله مهمه جدا في اللحظه اللي احنا فيها دي انه الاحزاب تتكلم وتعيش الحريه دي، وانا اظن انه حزبنا عنده تميز ثاني في النقطه دي، احنا ما عندناش مساومه في اي نوع من انواع الحريات، ولا الحريات الاقتصاديه اتكلمت عليها، لكن كمان الحريات السياسيه، لكن كمان الحريات في العقيده، لكن كمان الحريات في التفكير، لكن كمان الحريات في الابداع العلمي، لكن كمان حريه التعلم. احد الرواد في المجال ده بيقول يجب ان نطلق حريه الطفل ان يتعلم، ان يكون له حريه التعلم. التعليم في مصر بقى احد الاعاقات الكبرى اللي الشاب بعد لما يتخرج مضطر يتحرر منها عشان ينتج. يعني مش هو بيعتمد على اللي اتعلمه عشان ينتج، ده هو بيعتمد على جزء منه ومضطر يتحرر من جزء تاني جوه السوق عشان ينتج. انت محتاج تعلمه من اول وجديد عشان تحرره من طرق التفكير الجامده. واحده من الزميلات والصدفه هي برضه معانا في الحزب كانت بتعمل الدكتوراه في الطب يعني، فراحت الاستاذ بتاعها بتقول له انا هعمل في الموضوع الفلاني يعني وعندي عيانين وعملت دراسات لكل ما كتب قبل كده وعندي الوسيله وادي هنعمل الموضوع ده. قال لها يا بنتي ازاي تعمل الموضوع ده؟ ده ما حدش عمل الموضوع ده قبل كده. قالت له طب ما هو دي دكتوراه، نعمل موضوع ما حدش عمله قبل كده. قال لا لا لا، احنا نشوف الانجليز عملوا ايه، الامريكان عملوا ايه، نعمل زيهم. طب دكتوراه كليه الطب، لما الناس يكون وهي بتتعامل في التعليم مفروض عليها حاجات، وهي بتتعامل في السياسه مفروض عليها طريقه تفكير، وهي بتتعامل في الدين مفروض عليها طريقه تفكير، وهي بتتعامل في الفن مفروض عليها طريقه تفكير، مش ممكن تبدع، مش ممكن تبدع. واحد تاني وهو بيعمل رساله الدكتوراه بتاعته اكتشف حاجه، راح للاستاذ فرحان جدا قال له انا اكتشفت حاجه ما حدش اكتشفها قبل كده وادي الدليل. قال له لا 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 مشي الرساله دي ولا واشطب الباب ده خالص، مش عايزين اللي انت اكتشفته ده. قال له ليه؟ ده احنا اكتشفنا حاجه، رساله الدكتور اكتشفنا حاجه. قال له لا ما حدش اكتشفها قبل كده. الراجل ده طبعا خلص الدكتوراه وخد الدكتوراه وسافر امريكا وبقى استاذ في جامعه هارفارد واحنا خسرناه، او العلم كسبه او مصر كسبته من بره. اذا الحريه مساله اساسيه للتقدم دلوقتي.
مسألة أساسية للتقدم دلوقتي، حرية العلم، حرية التعليم. النهارده احنا عندنا أخطار، ومصر ياما وجدت أخطار تحت شعارات مختلفة لتقييد حرية الإبداع والعلم، ودي مسألة ما ينفعش إن أنت تقول إيه الناس هتشتغل كتير عشان بتسمع الكلام. مش كفاية بس تشتغل كتير عشان تسمع الكلام، مش هينفع. لازم الناس تكون عندها تحرير وحريه في التفكير وحريه في العلم، لانه مش هنقدر ننافس غير بكده. مصر تقدر تعمل سيليكون فالي، تقدر تعمل حاجات سياحيه عظيمه جدا، تقدر تعمل اكتشافات علميه كبيره جدا بدليل احمد زويل، بدليل نجدي يعقوب، بدليل نجيب محفوظ، بدليل محمد البلالي، بدليل ناس كتير خدوا جائزه نوبل لانه اتوجدوا في جو كان ينفع فيه يبقى كده، بدليل علماء ياما في البلاد. لكن احنا بنخنق الابداع بحاجات غريبه جدا، وده خطر حقيقي في اللحظه دي. يمكن يكون اخطر حاجه ان الناس تستبد بافكار بعضها البعض، تستبد بافكار بعضها البعض تحت شعارات زي ما قلت اساءه في تفسير الدين او اساءه في تفسير نظريات سياسيه. نرجع لكليه الطب بصفه يعني طبيب. كليه الطب اول لما اتعملت في مصر في القصر العيني تم مهاجمه كلود بيك، الراجل الدكتور اللي اسس لانه كان بيشرح الجثث. قالوا انت كده بتعتدي على حرمات الموتى، حد اساء تفسير الدين ووقع جرائم قتل لوقف التشريح. النهارده انا بسمع في انتخابات اتحاد طلبه سوهاج واحد بيقول لك خلوا الرجاله ما يكشفوش على الستات في النساء، يعني يوقعوا ما تخليش اي دكاتره نساء يبقوا رجاله، او بعض الفحوصات دي نلغيها خالص. ازاي نلغيها خالص؟ عيان يموت، لا دي شكلها فحوصات يعني قليله الحياه. في ايه يا عم؟